السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم حنحضروا مع بعض صابلي شوكولا بريستيج يجيو بزاف بنان والشكل ديالهم يعني اشباب وبريزونطابل. بدون إطالة تابعوا معي الوصفة وطريقة التحضير. على بركة الله. هنا البنات راح نبداو نحضروا في العجينه ديالنا. عندي في اناء راح نحط 250 غرام زبده تكون بدرجه حراره الغرفه طريه. نزيد ملعقه صغيره ديال الفانيليا بودره او سائله مع ربع كاس تاع الزيت تقريبا 4 معالق كبار. ومن بعد نزيد نغربل من الفوق 4 معالق كبار ديال السكر الناعم، سكر كلاص اللي ما يحبوش بزاف الحلاوه. يزيدوا يعني كنا ينقصوا في الكميه، يديروا اقل من نصف كاس يعني كيديروا 3 معالق كبار. وضروري هنا نخلط مليح هاد المقادير مع بعض حتى يتجانسوا كامل ونتحصلوا على خليط يكون كريمي ولامع كما راكم تشاهدوا هنا في الصوره. تقريبا خلطت 5 دقائق. ومن بعد نزيد هنا الكاوكاو. عندي كاس فول اسوداني ما يكونش مرحي غبره، يكون يعني متوسط باش يبان في العجينه ويعني نحسوا به كي ناكلوه. نزيد ندخل شويه في العجينه ومن بعد راح نزيد تقريبا 2 معالق كبار ديال الكاكاو حسب النوعيه ديالو، يعني كيمد اللون ولا لا. انا هنا 2 معالق كبار باش حصلت على اللون اللي راني حبيته. نزيد هنا ندخله جيدا في الخليط تاعنا بهذا الشكل. يعني كلمة الكاكاو إلى ما دخلناش مليح في الخليط راح يكون الحلوى تاعنا يابسة في الأخير، دونك لازم يتخلط مليح في العجينة. ونجي هنا البنات نجمعو بالفاينة. هاد الحلوى ما فيهاش يعني الخميرة. شوفوا هنا البنات يعني الكاكاو كيفاش راه واضح في الخليط تاعنا. سي بوصا قلت لكم ما ترحيوش يعني كغبرة، رحيوه هنيك متوسط شويه يعني قريب يكون خشين. فوالا يعني تاني الفاينة ضيفوا غير بالعقل وجمعوا بالأصابع باش في الأخير تتحصلوا على حلوة تكون خفيفة وتذوب في الفم. عجينة نخليوها طرية. نحل العجينة تاعي بهذه الطريقة فوق ساشي باش ما تلصقش وتسهلني في العملية، ونحلها بالحلال ونقطعها بالقطعة هذيك الدائرية. يعني هنا البنات تشوفوا السمك ديال الحبه تاعي ما تكونش خشينه بزاف وما تكونش رقيقه، موين فقط. ونحطهم في الفرن على درجه حراره 180 درجه. كما قلت لكم ما يطيبوش بزاف، ما نخليوهوش مده طويله في الفرن، يعني تقريبا 10 دقائق ونحيهم من تحت ومن فوق يعني تم يطيبوا. في هذا الوقت راح نحضر الزبده تاعي. كما قلت لكم عندي هنا 4 معالق كبار تاع الزبده تكون بدرجة حرارة طرية يعني ما تكونش باردة. نزيد لها 2 معالق كبار تاع بودرة الشونتيي مع ملعقة كبيرة تاع السكر الناعم وشوية تاع لافاني. هاد الكريمة سبقت وحضرتها معكم من قبل البنات. ها كريمة تجي بزاف بنينة. نزيد لها هنا البنات 3 معالق كبار تاع حلوى الترك ولا شوكولا اتارتيني ولا طوفية كراميل ولا اي منكهات انتم تحبوها. انا هنا درتها بحلوى الترك. ونزيدو نخلطو جيدا. كسر ديال كيمة الزبدة ماشي في المكونات كما نعودكم ديما، ليس في المقادير برك في الخلط. ولا كل ما خلطناها مليح تحصلوا على كريمة تكون بنينة وخفيفة وهشيشة. البنات الحلوى تاعي كما قلت لكم بعد ما طابت ما تطولوهاش بزاف في الفرن،
سينو راح تنشف لكم وتولي يابسه. خليوها 10 دقائق لو ماكسيموم تنشف هذاك الحلوه ونحيها نخليها تبرد ونحشيوها بهذه الطريقه. كما سبق قلت لكم هذه الكريمه ما تحتاج يعني نزيد لها في الوسط يعني منكهات واحده اخرى كراميل شوكولا ولا فيها يعني هذاك الحلوه تاع حلوه الترك راح نكتفي بالحلوه الترك تاعنا. بالنسبه للتزيين هنا جبت البنات عجينة السكر باللون تاع الكاكاو بنية، وجبت المول هذاك تاع السيليكون وبديت يعني نشكل فيهم هذوك الأساور بهذه الطريقة، وزدت هذاك الملمع من فوق. هذا ما كان البنات يعني طريقة سهلة. هذا هو المول اللي استعملته البنات يجيه بهذا الشكل عجينة السكر ونحلها داخل هذا المول هدايا ونحاول نحيها غير بالعقل. هذه هي النوعية تاع عجينة السكر اللي استعملتها، من تكون يعني واضحة. هذه أول مرة نستعملها يعني تجي صاغة يعني مليحة، ماشي مليحة بالبزاف البنات بصح يعني تقدروا نستعملوها. تقدروا يعني لما تستعملوها ديريكتومون ولا تقدروا تضيفوها تيلوز هدايا باش تنشف تمتم. يعني كيحكموا العجينة تاعكم زيدوا هذاك تيلوز وبداو تعجنوها ومن بعد ديروها داخل المول هذاك باش نشكلوا هذيك الاساور كما قلت لكم ونديرهم برك الملامع من فوق. وهنا البنات ذوبت 250 غرام شوكولا بالحليب على حمام مائي، ضفت لها 2 معالق كبار تاع الزيت بهذا الشكل. يعني بعد ما يعني نذوبوها كامل على حمام مائي ومن بعد نضيف لها الزيت ونخلطها جيدا ونقلصي الحبات تاعي. ومن بعد نحط لكل حبه قطعه تاع عجينه السكر. نسيو هنا نديروها هكذايا في الوسط باش يعني تجينا الشكل ديالها اشباب. وحاولوا ان البنات كي تقلاصيو الشوكولا اخبطوا مليح هذيك الحبه باش تنزل هذيك الشوكولا من كامل، ما تبقاوش عليك في الوسط باش هذيك الثقبه في الوسط نعمروها بالكراميل. هذا ما كان التزيين سهل، ما يحتاج بزاف الوقت، ما يحتاج مكونات، برك فيها كراميل ولا عجينه السكر. هذا ما كان. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه تاع البنات بعد ما زينتها وقدمتها بهذه الطريقه. راح نقطع لكم هنا قطعه باش تشوفوها كيفاه جاتنا من الداخل. بالنسبه العجينه عفوا تجي بزاف بنينه تذوب في الفم. المكسرات ديروا اي مكسرات تحبوها، الكاوكاو يعني كبدت لها بنه مع لا كريم بير هذيك اللي تجي بحلوى ترك فريمون مزيج بزاف بنين الحوا تاعكم. هذه الوحده من المثل تناسب كما قلت لكم الافراح ديالكم. اذا البنات نتمنى تجربوها وإذا اعجبكم والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.